معلش يا جدعان، افتكرت لقطه امبارح اللي هو مش قادر اتخطاها من الماضي. تخيل نفسك مكان الشناوي في ماتش امبارح وزيزو داخل عليه ولاعيبه بنين بتجري وراه ولاعيبه مصر بتجري وراهم وكل دول دايرين كده والشناوي واقف في ايه في ايه، احنا مشينا الناحيه التانيه يا اخي. افتكرت لقطه يونس شلال في المسرحيه كلكم عليا ولا ايه؟ طب ياسر اهو، ياسر اهو يلعبها لياسر، يلعبها. طب امام طب هاني فتح هناك بالله عليك العبها هناك بالله عليك. فلما الكوره جات له وقام لعيبه اي حاجه فراحت للاعيب البنين، ببص كده تاني لقيت في اللايه الاطلاقه لقيته قام تافف على ايده وبعمل كده. تمام، اول ما عمل كده الكوره اتردت فدخلت في الجون. ايه ده اللي هو بس كده؟ امال انت مفكر ايه؟ افتكرت له لقطه زمان كان صد ضربه جزاء قبل كده مش فاكر، كان ضد بنزيما باين، فاول ما صدها بيعملها كده اللي بعده. ولا يا جدعان لما وقف وكان دخل فيه وقام واقف فبصوا كده اللي هو حسيت اللي هو في الباك جراوند كده شغال اشمعنى انا مستقصداني وجايه ليه دايما عليا. تخيل تقعد جنب العرض كده زي لقطه محمد رمضان في الالماني لما كان قاعد كده وفي موسيقى حزينه نازله على دماغه، ولا كابتن حسام لما الواد بتاع بنين زقه امبارح انا حسيته بيجز على اسنانه كده اللي هو انا حسيته يا جدعان. افتكرت الماتش لما كان ماسك سلاح في الماتش قبل كده زمان خده من الشرطي وكان انا حسيته كده الواد ده مش هيبقى فخدتين في الباز. معلش الواحد لما بيبقى تعبان بيبقى مهيس. جي ويل بلايد جود لك سي يو ليتر كونج فو كونج سلام.